اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. اتمنى تكونوا بخير جميعا وتكون فيديوهاتنا اللي فاتت بكنال اعجاب حضراتكم، ويا ريت اللي بيعجبه فيديو معين يعمل عليه لايك، يا ريت اللي مش مشترك معانا في القناه يشرفنا بالاشتراك علشان الفيديو يوصل لناس كتيره ويوصل لناس غير حضراتكم. النهارده معانا سبنسر كولدير. فرصه ان احنا في فتره الحر الجامد اليومين دول نقول يا جماعه نصيحه بسيطه خالص. يفضل ان احنا ما نعليش الجهاز من القطعه الخلفيه او الترموستات الخلفيه للاخر عشان ما نعملش حمل اكتر على الجهاز ويبتدي يسخن ويبتدي نقصر عمر المحرك بتاعه او نقصر عمر الموتور بتاعه. الحاجه الثانيه، يفضل ان فتره الصيف فتره الحراره الجامده دي لازم نخلي فيه مسافه بين الجهاز وبين الحائط اللي وراه، لازم نسيبله له تهويه كويسه جدا عشان ما يكونش الجهاز عرضه للسخونه. بالعكس احنا كده بنساعده ان هو يتم عمليه التبريد، وبالتالي الموتور بتاعه هيفصل بسرعه، مش هيحصل استهلاك للموتور بتاع الجهاز. الحاجه الثالثه، في ناس بتسالني بتقول لي حضرتك في الفيديوهات اللي فاتت بتقول لازم نفصل السخن في الفتره بتاعه الصيف عشان مش هنستخدمه، مش عارفين نفصل السخن ازاي. لازم يا جماعه نفرق بين حاجتين. في جهاز بينزل فيه اوبشن ان هو فيه سخن بمعنى كلمه تسخين، يعني الميه بتوصل لدرجه تسخين او لدرجه غليان. في موديل تاني بينزل فيه ميه ساقعه وميه فاتره. الميه دي اللي هي الميه درجه الحراره اللي موجوده في القاروره، درجه الحراره العاديه، فبالتالي ده ما ينفعش ان احنا نفصل السخن في الجهاز ده. لو احنا بصينا مع بعض كده لحظه واحده، لو بصينا في الجهاز هنلاقي ان فيه زرار واحد للباور مش زرارين. الجهاز اللي فيه الاوبشن بتاع التسخين بنلاقي زرار الباور الخاص بالتشغيل الميه الساقعه، وجنبه هنا زرار لونه احمر اللي هو خاص بالتشغيل بتاع الميه السخنه. يبقى لما نسال يا جماعه ازاي نفصل السخن، مش كل الاجهزه ينطبق عليها كلمه نفصل السخن. الجهاز ده ما فيهوش سخن، فيه ميه فتره، فيه حنفيه ميه فتره. في فيديو هسيب لحضراتكم اللينك في الاي دلوقتي حالا على ان ازاي ننظف الجهاز، ازاي نصفي الميه بتاعته من هنا، ازاي نظبط درجه الحراره. في فيديو يعني شيق جدا، في معلومات كتيره كويسه جدا عن الديسبنسر. في حاجه كمان يا جماعه، لو لقينا الجهاز صوته عالي، لاحظنا ان صوته مرتفع شويه، في صوت زي زنه، في صوت زي زبدبه، نتاكد ان الشبكه دي راكبه بشكل كويس. لو سمعنا الصوت ده كده مع بعض كده الشبكه مش متثبته كويس. نشوف مسامير التثبيت بتاعها زي دول كده، نتاكد ان دول مربوطين تمام، نتاكد ان الاثنين اللي تحت مربوطين بشكل كويس. الحاجه الاهم، نتاكد ان الجهاز على ارض مستويه، الجهاز مرتكز بشكل جيد على الارض عشان ما يبقاش فيه اهتزاز. ده الحاجتين دول سهل جدا ان يخلوا صوت الجهاز مرتفع وان احنا نشك ان الجهاز نفسه فيه مشكله في التصنيع بتاعه. الحاجه الثالثه والمستبعده شويه، لو الموتور نفسه مش متثبت بطريقه صحيحه، لو الموتور فيه مسمار مفكوك او سايب شويه ممكن يعمل الزنه معانا. اتمنى الفيديو يعجب حضراتكم، واللي يعجبه الفيديو يا ريت يتكرم عليه ويعمل لايك، واللي مش مشترك معانا في القناه يا ريت يشرفنا بالاشتراك. شكرا جزيلا.